السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في مهرجان تكريم الطلاب المتفوقين في قضاء السدير بنسخته الثانية. اليوم نلتقي مع أحد أبطال العلم، طالب متميز ومتفوق على أقرانه، حصل على أعلى معدل في قضاء السدير بالمرحلة الابتدائية. أهلا وسهلا بك حبيبي. انت بالبداية عرفنا عن نفسك وعن مدرستك. اسمي عبد الله علي أركان العبيدي من مدرسة السدير الابتدائية. شنو شعورك أول ما سمعت خبر أنك الأول على القضاء بالنسبة للمرحلة الابتدائية؟ فرحت وغمرتني السعادة وشعرت الفخر بنفسي، هذا الشيء ما يجي أبد بالهين مو بسهولة. منو أول شخص فرح بنجاحك؟ عائلتي كلها فرحت بنجاحي، وإذا خصص لي شخص أخصص لي أمي، أكثر وحدة كانت تشجع. أكيد الدراسة مو سهلة، شنو المادة اللي تحبها أكثر وليش؟ الإنجليزي المادة حلوة وجميلة وسهلة. حلو. طبعا كثير يعاني من مادة الإنجليزي، يعني أنت تشوف مادة الإنجليزي سهلة وحلوة؟ سهلة جدا أصلا. يعني مادتك المفضلة، شنو إيه. اللي حبيته بالإنجليزي؟ اللغة مثلا. اللغة؟ جميل. بالمقابل شنو أصعب مادة واجهتك؟ وشلون قدرت تتخطاها؟ الاجتماعيات، وتخطيتها بالمتابعة اليومية والتركيز بالقراءة. حلو. جيد. أكثر مادة شنو اللي واجهتك يعني وش كانت صعبة؟ الاجتماعيات. الاجتماعيات، شلون قدرت تتخطاها؟ بالمتابعة اليومية والقراءة والتركيز. يعني مثل ما يقولون إذا واحد يواجه شيء صعب يقدر يتجاوز هذا الشيء؟ يقدر، بس يراد له تعب مو بسهولة يجي. عندك طريقة خاصة بالمذاكرة ساعدتك على النجاح؟ المتابعة اليومية والتركيز والقراءة حل الأشياء اليومية، المذاكرة اليومية حل. شنو كان دور أهلك بهذا التفوق؟ كانوا يساعدوني بالقراءة مثلاً. جيد. ويشجعوني ويحفزوني. تمام. أكثر كلمات سمعتها من أهلك حفزتك وانطتك دافع توصل لهذه المرحلة؟ راح تصير أول، راح تنجح، أنت ماكو غيرك، أنت فخرنا الوحيد. جميل. بالنسبة للأساتذة شنو الكلمات اللي كانت تشجعك أكثر؟ أنت أول يا عبد الله، أنت راح تنجح أول، كنا متأكدين بيك وواثقين بيك. يعني نقدر تقول أنت حققت هذا التفوق من خلال تشجيع الأهل وتشجيع الأساتذة. تمام؟ نعم، والقراءة. خلينا نحلم شوية، شنو تحب تكون بالمستقبل؟ أحب أكون طيار متحلق بالجو وبين الغيوم تكون طير. جميل. غير الدراسة شنو الهوايات اللي أنت تحبها؟ مثلا عندي هوايات بالألعاب الإلكترونية، بكرة القدم، ما عندي غيرها مثلا. شنو الكلمة اللي تحب توجهها للطلاب اللي جاي يشاهدونك حاليا، وشنو تحب تقول لهم بما أنه أنت محصل معدل كلش عالي؟ لازم يركزون بالمتابعة اليومية وبالقراءة، ولازم تثق بنفسك. حلو. تعتبر الثقة بالنفس هي اللي توصلك لمراحل النجاح؟ شيء مهم. شيء مهم. موفق إن شاء الله.